هل تأخير حلمك هو فشل ولا إعداد إلهي عظيم لمستقبلك كله؟ من أهم أغواء الشيطان إنه يحسسك دايما إن أنت فاشل. أقسم بالله العظيم الفشل هو قمة النجاح. فمع ان الفشل عظيمة 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 اولهم ان انت راجل وان انت بتستسلمش وان انت بتحاول، وطالما بتحاول تبقى ناجح. ربنا سبحانه وتعالى في ايات كتير جدا في القرآن بيقول لك منها انه هيختبرك. ده اختبار جدا، قدها ولا مش قدها. رقم 3 ان ربنا بيبعت لك رسالة بيقول لك غير طريقك شوية. لو كنت مؤمن بحلمك لن توقفك اي قوة على وجه الارض. ازاي تحول احباطك الى وقود نجاح؟ رقم 1 تقنية الانتصار على العدو. يعني ايه؟ اعرف ان العدو الحقيقي مش اي حاجة في الكون غير الشيطان العبيط اللهبل ده. التقنية التانية حاجة اسمها تقنية التجربة المتغيرة. يعني ايه؟ كل شهرين تعملوا زي ما انا بعمل، اجيب ورقة وقلم واقعد اشوف ايه الحاجة اللي انا مثلا ماشي عليها بقالي فترة، هل جايبة نتيجة؟ طب هل النتيجة مساوية لحجم المجهود اللي انت عملتيه؟ يبقى تمام اكمل. كل شهرين تشوف طريق جديد. ده مهم قوي قوي والله. في بقى تقنيه اسمها تقنيه اعاده الاحياء. ايه تقنيه اعاده الاحياء دي؟ في ناس عندها هدف بس هو مش بتاعها، ده مش شغفهم. اول ما يعملوا شيفت كارير ويبتدوا في اتجاه تاني بيعيشوا جنه ما بعدها جنه. التقنيه الرابعه هي تقنيه التفويض والثقه. بمعنى خلاص انا عارف هدفي وبمشي بيه وواثق وعارف ان الشيطان ده عمره ما هيخليه يدخل لي تاني. فواضي بقى امرك لربنا وخلي عندك ثقه تامه ان ربنا هيحققه لك. ابدا حتى كل يوم كنت اقول للناس كده، هاتوا ورقه وقلم وكل يوم قبل ما تنزلوا فلوت الشكر اشكر ربنا على كل حاجه في حياتي، وابدا بعد كده اقول يا رب رساله تفويض مني ليك، افوض امري الى الله. يا رب انا وكلتك اليوم وفوضت لك امر اليوم، وشوف ربنا سبحانه وتعالى يعمل معاكم ايه.